السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على قضيه الطفله غيتا. قضيه الطفله غيتا اللي ولات قضيه راي عام بحكم على انه الاب ديال هاد الطفله ظهر في مجموعه من المنابر الاعلاميه كيتحدث على تفاصيل قصه ديال الطفله ديالو، وهو كيتكلم بواحد الحرقه بواحد الحقره لداك الشيء اللي طرا للابن ديالو واللي طرا له حتى هو في هاد القضيه. فالاب اللي هو من الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج وبالضبط في دوله ايطاليا، فقرر على انه يجي للمغرب باش يقضي العطله الصيفيه ديالو بحالو بحال جميع الجاليه المغربيه اللي كتجي لبلادها في العطله الصيفيه. فالاسره المتكونه من الاب والام وطفله رضيعه والطفله غيتا جاو لبلادهم من المغرب. الاب في يوم الاحد 15 من شهر يونيو 2025 قرر على انه ياخذ الطفله ديالو لشاطئ سيدي رحال. بعد وصولهم الى الشاطئ قرر الاب على انه يحفر واحد الحفره ويضع فيها الابن ديالو، يعني يدخل فيها الابن ديالو. ففي اللحظه اللي حفر هو ديك الحفره ودخل الابن ديالو في الحفره، فجاه العطش قرر على انه غادي يمشي يشرب. مشى يشرب، في اللحظه اللي هو كيشرب كيسمع الصداع موراه، سمع واحد الصراخ، واحد المجموعه ديال الكلمات كتقال مورا الظهر ديالو بصوت مرتفع. فمع الدور اللي كيدور كيلقى الابن ديالو في واحد الحاله يرتلها، وهنا الاب تصدم، لقى الابن ديالو مضروبه من راسها ومن الفك ديالها، يعني الراس ديالها كما كيقول الاب لقاه بحال الا مفتوح والفك ديالها تقريبا طايح. هنا الاب من هول الصدمه اللي تصدم بقى واقف بلوكي بلاصتو. واحد اللحظه قرر على انه يتحرك يشوف الابن ديالو، وهو العلامات ديال الصدمه باينه على المحيا ديالو. فمشى وشاف الابن ديالو في ديك الحاله وطلب من ديك الشخص اللي هو ضرب الابن ديالو باش ينقلوها للمستشفى. هاد الشخص هذا المتهور اللي هو شاب في العشرينات من ولاد الفشوش، يعني من ديك الولاد اللي كيحسبوا بحال اللي واقع على المغرب ديالهم، بحال جميع المناطق اللي كاينه في المغرب ديالهم، يعني ما كيحوتش على انه الحاجه اللي عنده الحق يتصرف فيها راه هي الممتلكات الخاصه ماشي الممتلكات العامه. فهاد الناس هادو ما كيفرقوش ما بين الاماكن اللي خصهم يحترموا فيها الناس والاماكن اللي دبر راسك شغلك هادك فيها. فهنا هاد ولد الفشوش جاب سياره رباعيه الدفع كات وجرى موراها جيتسكي. هادشي هذا كامل يعني في وسط البحر في وسط الرمله، دايز هو جيتسكي في وسط الناس، في وسط العموم ديال الناس اللي كيجيو للشاطئ باش يبردوا على راسهم في هذه الحراره اللي كاينه حاليا. داخل هو بجيسكي، يعني كون ما كانش قاص الطفله غيتا كان يقيس الطفل عثمان، الطفله خديجه، مجموعه من الاطفال، مجموعه من الناس اللي كيكونوا في ديك اللحظه هذيك في الشاطئ على جانب الرمال. فجاير موراه جيسكي داز عليها بالسياره ديالو وعاود قاسها ديك جيسكي. هنا الاب كما قلنا طلب من ديك الشخص على انه يعني بلا ما يبقاو ينتظروا سيارات الاسعاف فيهزوا الطفله ديالو يديوها للمستشفى. داكشي اللي كان، هزوا الطفله في ديك السياره داوها للمستشفى. هنا في هذه اللحظه فين غادي تبدا الحقره، هنا فين ديك ولد الفشوش والعائله ديالو فين جاو فبداو كيقولوا له الاب، كيقولوا له بانك انت راه ما عندك ما تصور مورانا، حنا راه عندنا الفلوس، يعني حنا راه نقدروا نشريو اي حاجه بفلوسنا،
نقدروا نشريوك انت بفلوسنا، نشريو لك الابنه ديالك بالفلوس، نشريو القضاء المغربي بالفلوس، نشريو اي حاجه بالفلوس. هذه هي الحقره. يعني دابا انت تعديتي لي الابنه ديالي في واحد المكان اللي هو عمومي، وزيد بغيتي تتعدى على الاب ديال هاد الابنه، على العائله ديال هاد الابنه، ما راعيتيش المشاعر ديالهم في خاطرها في ديك اللحظه، فبديتي تستعمل مصطلحات اللي هي ماليه على اساس انه الانسان يقدر يبيع لك الكبده ديالو. حاليا فالمتهم راه الاعتقال، تعتقل يوم الخميس. يعني القضيه كانت نهار الاحد، هو حتى نهار الخميس عاد تعتقل. شوفوا شحال ديال الايام دازت والمتهم حرا طليقا. تعتقل يوم الخميس، ان شاء الله يوم الاثنين غادي تبدا المحاكمه ديالو. فالاب هنا ملي خرج في واحد المجموعه من المنابر الاعلاميه وكيروي الاحداث ديال هذه القصه، هنا فين جميع المغاربه تعاطفوا مع هذا الاب وكيطالبوا بالعداله للطفله غيتا، وكيعتبروها بانها الطفله ديالهم، بحكم انه دابا حاليا الطفله غيتا فهي كترقد في المستشفى في واحد الحاله يرثى لها ما بين الحياه والموت. فاحنا كذلك بدورنا كنطالبوا اشد العقوبات لهذا الشخص المتهور. حاجه اخرى اللي وقعت في التفاصيل ديال هذه القضيه، فالدفاع ديال المتهم بغاو يقلبوا الطابله كما كنقولوا على هذا الاب المكلوم واتهموه بالاهمال. منطقيا وبالعقل ما كاينش شي اب ولا ام كيمشي للشاطئ وكيبقى جالس حدا وليداتو. دابا انا وليداتي جالسين هنا كيلعبوا في الرمله، انا خصني نبقى جالس قدامهم هكا؟ لا، كندير واحد الكريسي وكنبدا نراقب وليداتي هما كيلعبوا حدايا في الرمله، باش في حالتي الا مشاو تتحركوا كيكونوا تحت المراقبه ديالي، بغاو يمشيو يعوموا كيكونوا تحت المراقبه ديالي. اما هما كاينه في الرمله، يعني ماشي في الشانطي ماشي في الطريق، هما في الرمله. يعني في الرمله انا ما يمكنش نبقى جالس حداهم ومزير مكتف. هذه ما كيديرها حتى شي واحد. يعني جميع الاباء جميع الامهات ملي كيديو وليداتهم الشاطئ فكيخليوهم حرا طليقا. المهم تحت المراقبه ديالي بالعين، بالاعين ديالي راني كنراقب الابناء ديالي، ولكن باش انا غنمشي نبقى جالس حداهم ومزير نفسي ومخلوع من شي حاجه اللي هي ما كايناش، فهاد الشيء ما عندك باش تتهم هاد الاب لا بالاهمال لا بوالو. اصلا تاد المحامين ما عرفتهمش انا كيفاش كتعطيهم نفسهم على انهم يدافعوا على بحال هاد الاشخاص هادوما. هذا شخص متهور، هذا ما خصوش يكون عنده اصلا الدفاع، خصو يدافع على راسو. الا عنده شي حاجه غادي يقولها والسلام عليكم. اما باش محامي تا هو المحامي كاع ما عنده الكبده يجي لك يبدا يدافع لك على اشخاص اللي هما مجرمين، فهنا يجب اعاده النظر. وكنتمنى ان شاء الله تسلط اشد العقوبات على هذا الشخص المتهور، هذا المجرم، هذا المتهم. ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل للطفله غيتا اللي هي حاليا كترقد في المستشفى بين الحياه والموت. ونتمنى الام ديالها والاب ديالها والعائله ديالها الصبر ان شاء الله، وان شاء الله يكون خير باذن الله تعالى. وتحياتي لكم الاخوان.